السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الفيديو اللي فات كنا خلاص كان اخر كلامنا عن الليست، وعرفنا ان الليستة او الليست انا من خلالها بقدر اخزن مجموعة قيم داخل متغير واحد. تمام. طيب النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا عن النوع الثاني من الكوليكشن داتا تايب، الا وهو الست. طيب تعال نشوف الست ده اصلا بتتعمل ازاي. بكتب بكل بساطة كلمة ست. تمام. وبرضه نفس فكرة الليست. تمام، ان انت لو ما حددتش هتاخد برضه اي انواع، ولو لازم تحدد وهكذا. تمام، مش هنكرر الكلام ده تاني. هاجي اقول له هنا انا عندي انت، هتاخد انتجر. تمام، وليكن ان هي مثلا اس واحد. تمام. طيب هي قد تكون زي الليست حاجات كتير جدا 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 جدا، ولكن تعال نتكلم على الفرق. طيب انا برضو علشان اوضح قد ايه هي مهمة، هاخد دي كوبي كده، وهحول دي من ليست لست، واخلي دي بدل ما هي لازم يكون اسم متغير مختلف، ما ينفعش يكون عندي اسم متغير اتنين متغير نفس الاسم. اغيره مثلا اخليه اس كده، وهنا يبدأ يظهر اول اختلاف. ايه هو؟ الست الاقواس بتاعتها بتكون اقواس ايه؟ اقواس مجموعة وليس اقواس مين؟ الفترة. ده اول حاجة. جميل جميل جدا. طيب خلاص، كده انا عملت ليست، وكده انا عملت ست. طيب تعالى هنطبع الليست اللي هي الواحد، وبعد كده نطبع مين؟ برنت كده مثلا. خلينا نعمل نطبع كده سطر عشان يفصل بينهم، ونعمل برنت لمين؟ نعمل برنت للاس واحد ونشوف. جميل. دي الليست. طبعا الليست القيم اللي موجودة هنا بكل بساطة، هنا 20، هنا 20، 25، 88، 88، وهكذا لغاية نهاية الليست. طيب الست، شوف بقى اعمل ايه. هنا 20 طبعا 20، هنا 25، هنا 25، هنا 88، هنا 88، هنا 88 مفيش، هنا 88، هنا 88 مفيش 88، هنا 10، هنا 10. اظن انت حاليا استوعبت الفرق. الست بتخزن مجموعة من القيم زيها زي الليست بالظبط في كل حاجة، ولكن ما بتسمحش بتكرار القيم. لا تسمح بتكرار مين؟ القيم. يعني ايه؟ انت عندك هنا 88 وهنا 88 وهنا 88. هو عامل ايه؟ خد اول واحده وساب الباقي ده كله ما شافوش. حتى اصلا هو عامل لك على ايه؟ وارنينج كده. يبقى الفرق اللي بينهم، اللي بين الليست وبين الست، ان الست ما بتقبلش قيم متكرره. طب لو كررت، هو هياخد اول مره وبعد كده خلاص شكرا، زي ما احنا شفنا كده. خد اول خد اول 88، بعد كده الباقي ايه؟ ما شافوش. تمام. بعد كده الباقي ايه؟ ما شافوه. طيب خلي بالك. طب تعالى كده نطبع ال ال نطبع اللينس بتاع مين؟ نطبع اللينس بتاع الست. اللينس ده اللي هو ايه؟ عدد القيم. وتعال نشوف. هنلاقي ان عدد القيم كام عندي هنا؟ الست 4. الست 1، 2، 3، 4، 5، 6. 6. هو خلي بالك، اللي هو ما بيشوفوش ما بيبقاش معاه، ما بيحسبوش كأنه مش موجود اصلا في الست. يبقى انت دلوقتي بالنسبه لك هو، او بالنسبه له، الست دي عباره عن كام عنصر؟ ادي 1، 2، 3، 4. طب دول لا، ليه يا عم متكررين؟ وانا كست. مش انا الست.
ما ينفعش ان انا ايه اكرر قيمة عندي. جميل. جميل جدا. طيب مثلا ممكن ايه، يعني خلينا نضرب مثال كده بالواقع مثلا. انا ممكن استخدمها، فانت مثلا هل ينفع مثلا انت لك رقم قومي، هل ينفع في شخص تاني يكون عنده نفس الرقم القومي بتاعك؟ مستحيل. صح. يبقى ما ينفعش ان يكون اتنين ليهم نفس القيمة. اتنين ما ينفعش يكون ليهم نفس الرقم القومي. فبالتالي تيجي مثلا مهمة الست دي يقول لك اه خزن ارقام القوم عندي، علشان لو انت حضرتك جيت تكرر رقم قومي تاني انا ما ايه ما شافوش. جميل. يبقى ده بالنسبه لي مين؟ دي بالنسبه لي الست. جميل يا شباب. تمام. طيب تاني حاجه، اختلاف بينهم، ومش يعني مش هغوط فيه جامد قوي يعني لان مش مهم قوي بالنسبه لي. انت في الليست عندك اندكس. انت في الليست عندك اندكس. الست ما عندهاش اندكس. مفيش فيها اندكس. الست مفيش فيها اندكس. في حاجة اسمها elements بس مش مهمة دلوقتي ومش عايزين نفكر فيها لأن يعني مش مهم إن احنا نعرفها دلوقتي. تمام يا شباب. يبقى ده يبقى دي بالنسبة لي الست. الست دي نفس الليست بالظبط، ولكن في اختلافين. أول حاجة إن الليست أول حاجة إن الست ما بتكررش القيم. تاني حاجة إن الست ما فيش فيها اندكس زي مين؟ زي الليست. تمام يا شباب. تمام. دي بالنسبة للليست. إن شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الماب. والماب دي حاجة مهمة جدا 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 زي الليست برضو، وممكن ناخد فيها وقت، ممكن ناخد فيها أكتر من فيديو. وده للأهمية فقط، وده لأن أنا ببقى عايزك تكون الحاجة دي فاهمها أوي 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 أوي، لأن ده أنا يعني ده هستخدمها معايا بكثرة فين، أو هستخدمها معايا كتير أوي فين، وإحنا شغالين بفلاتر إن شاء الله وإحنا بنبني التطبيق بتاعنا. تمام يا شباب. إن شاء الله الفيديو الجاي استناكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.